تحية للأخوات والإخوة في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بشكل عام وفي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بشوكة إتباها. تحية للعاملات والعمال الزراعيين في الموقف ديال شوكة إتباها، وكذلك لجنة الدعم لهاد العاملات والعمال الزراعيين اللجنة المحلية. انعقد البارح نهار 13 في هاد الشهر 12 2024 انعقد اجتماع حضروا وزير الفلاحة في ولاية الجهة برئاسة والي جهة سوس مسا. وكان الاجتماع الموضوع ديالو هو أوضاع العمال الزراعيين بشكل عام على إثر الاحتجاج اللي بداوه العاملات والعمال الزراعيين في 25 في شهر 11 اللي داز. في هذا الموعد اللي حضرات فيه ممثلي الباترونا وممثلي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى جانب واحد العدد من المكونات النقابية، وكذلك عامل شتوكا أيتباها وعمال الأقاليم ديال الجهة. كانت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في هذا الموعد كانت في الموعد كما عودات المناضلات والمناضلين ديالها والشغيله ديال القطاع، بحيث ان الجامعه الوطنيه للقطاع الفلاحي في هذا اللقاء اعتبرت على ان دور الدوله والباترونه هو التجاوب الفعلي مع المطالب والانتظارات ديال العاملات والعمال الزراعيين عموما، واللي هي مطالب وانتظارات طال انتظارها منذ سنوات، واللي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عبرت عليها مرارا وتكرارا. وفي آخر محاولة هي الرسالة اللي حطات من أجل الاجتماع مع وزير التشغيل نهار 20 ماي من هذه السنة، واللي لم تلقى جوابا إلى يومنا هذا، واللي كان أساسها هو تأكيد المطالبة الجامعة للحكومة والباترونة الزراعية بتنفيذ الاتفاق على إلغاء الفارق ما بين السميك والسماك، واللي للأسف وللمرة الثانية لا زال عالقا منذ اتفاق أبريل 2022. كذلك المطالب المتعلقة بالسنساس والتقاعد ديال العاملات الزراعيين، الصحة والسلامة، وكذلك المطالب المرتبطة بالكرامة ديالهم وبحماية النساء من الاعتداء والعنف والتحرش، وكذا إلغاء كافة أشكال التمييز والحقرة ضدهم. في هذا الاجتماع كذلك الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في المداخلة ديالها ركزت بنسبة كبيرة على الأوضاع والمآسي ديال العاملات والعمال الزراعيين ديال الموقف، انطلاقا من نموذج ديال الإخوان والأخوات ديالنا ديال شتوكا أيتباها. وركزت بهذا الخصوص على أن هاد العاملات والعمال الزراعيين كيتقاضاو ما بين 80 و 90 درهم، وهذه فضيحة، فضيحة عدم احترام حتى الحد الأدنى للأجور المعمول به على علاته. فضحات كذلك أن هناك محطات ديال التلفيف كتأدي الأجور بالسماق وهي خصها تخلص السميك لأنها منشآت صناعية، وكذلك عدم احترام الساعات الإضافية أو اعتماد 10 دراهم الساعة الإضافية في الوقت اللي القانون كيقول على أنها أزيد من 15 درهم، بالإضافة للنسبة ديال الزيادة اللي هي ما بين 25 و50 و100% حسب الحالات. كذلك رصدنا الوضع، فضحنا الوضع ديال عدم التصريح بالعاملات والعمال الزراعيين في السناسيس عمدا من طرف المشغلين، أغلب المشغلين عاملات العمال الموقف خارج التغطية، وحتى بعض المشغلين ولاو كيطلبوا منهم للاسف الشديد العاملات والعمال الزراعيين انهم ما يصرحوش بهم، حيت الا صرحوا بهم كيمشي لهم الدعم الاجتماعي، وهذه معضله خاص الدوله تدخل وتفكها، لان العمال والعاملات الزراعيين اصبحوا عالقين فيها على غرار الفلاحين الكادحين. كذلك محطات التلفيف اللي الناس كيخدموا فيها 8 شهور 6 شهور 8 شهور وكيتقطع عليهم من بعد الخلاص ديال الاولاد والتغطيه الصحيه
وباقي المزايا ديال السنسس، علما على أنه بإمكانهم هذا المشكل يتحل. مشكلة الموقف في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اعتبرت بأنه عار استمر في البلاد ديالنا، شي حاجة سميتها الموقف، واستمروا السماسرية كياكلوا من العرق ديال العاملات والعمال الزراعيين ما بين 10 و25 وفي بعض المهام 50 درهم اللي كيديو عن كل عامل في كل نهار. عار، مع العلم لأن الدولة مطالبة بالتفكير وعندها كيفاش دير باش تحل هذا المشكل هذا بإلغاء التشغيل المباشر ووضع آليات ديال الوساطة العمومية في التشغيل ديال العمال المؤقتين بما يحفظ الكرامة ديالهم والصحة ديالهم، وكذلك يحفظهم من الأذى. كلشي كيعرف وذكرنا بالحالات ديال الاغتصاب اللي تعرضوا لها عاملات لأنهم مشاو في مهام مجهولة مع أشخاص مجهولين. كذلك أكدنا في ظروف الصحة والسلامة على أن النساء كيخدموا تحت الرش ديال المبيدات وكيخدموا بدون أدنى وقاية، بل بالعكس كيخدموا خدمة ديال الرجال، أعمال شاقة وأعمال خاصة كانوا سنوات كيقوموا بها الرجال وكتطلب منهم نفس المردودية أو أكثر. للأسف هاد العيالات كيخدموا بعض المرات في النهار كامل وهما فازقات حتى في الظروف ديال البرد، وهذا ما كيؤدي لانتشار ديال واحد العدد ديال الأمراض. وكاينه مؤشرات قوية حول الوضع الصحي في الإقليم كتأكد على أنه كاين ارتباط ديال هادشي مع الأمراض المنتشرة من سرطان وربو وحساسيات. ظواهر اجتماعية أخرى وقفت عليها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في التدخل ديالها، ولاحظات من خلال الاستماع للعاملات والعمال الزراعيين المعنيين طيلة 3 أيام مفتوحة استفحال ظاهرة الطلاق ديال العاملات والعمال ديال العاملات بسبب أن العمال ما كيخدموش وبالتالي كيابوندونيو كيتركوا الأسر ديالهم إما الطلاق أو التخلي. كذلك استفحال التشغيل ديال القاصرين والتحرش الجنسي، مشكل الحضانة ديال الأطفال اللي هي ما هي حضانة ما هي والو، هي سجون ديال الأطفال، وطالبنا الدولة باش تحمل مسؤوليتها وكاينة حلول ممكن يتحلوا. كذلك مشكل السكن والإيواء ديال العاملات والعمال الزراعيين في ظروف يعني لا إنسانية. وقفنا وبحزم على فضيحة استعمال الأطفال وجلبهم من مدن نائية بدون مرافق أو كفيل أو وكيل في الوقت اللي ما خصهمش يخدموا نهائيا، ويعتبر نقلهم من مدينة إلى مدينة جريمة في جميع الأحوال. فإذا به ناس كتشغلهم بالليل وكتبيتهم مجموعين في ظروف فيها خطر على سلامتهم الصحية وفيها خطر على خطر التحرش بهم بل واغتصابهم. كذلك وقفنا على أنه هذا الانتشار ديال يعني الموقف على مستوى الجهة ككل كيخلي واحد المجال كبير ديال السمسرة في اليد العاملة، وبالتالي خاص إنهاء هذه الظاهرة ديال الموقف من أساسها. كذلك ثرنا الموضوع ديال العجز ديال الأجهزة ديال المراقبة ديال السنسس وديال المفتشي ديال الشغل على القيام بالمهام ديالهم نهائيا، وهذا كيطرح علينا مهام ديال المطالبة بتعزيز أجهزة ديال التفتيش ديال الشغل والمراقبة ديال السنسس لحماية الحقوق ديال العمال. هذا النقاش استمر هذا النقاش مدة ديال أكثر من ساعتين تقريبا أو ساعتين، وكان من نتائجه هو تشكيل اقتراح ديال وزير الفلاحة تشكيل 6 ديال اللجان، لجنة لإصلاح الموقف وأخرى لتنظيم الوسطاء ولجنة حول أدوار الشركات الخاصة والنابك ولجنة حول منظومة الأجور والخدمات ولجنة حول نقل العاملات والعمال وأخيرا لجنة ديال تعزيز البنية التحتية مع التزام وزارة الفلاحة تلقائيا بأنها تساهم في حل الإشكال ديال النقل ديال العاملات والعمال الزراعيين عن طريق إعداد البنية التحتية اللي تسمح بالسير والجولان ديال الكيران ولي مينيبوس في واحد العدد من المناطق على مستوى المنطقة. بالنسبة لنا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي كنعتبروا هذه اللجان هي فقط آليات ديال التشاور
وليس الحوار، وأنه للأسف ما كاينش أجل محددة لبداية العمل ديالها وإنهاؤه، علما على أن هناك إشكالات اللي هي مستعجلة وقضايا قانونية يجب تفعيل القانون بشأنها، وليس انتظار نهاية هذه الاجتماعات ديال هذه اللجان اللي كنتسناو تبدا في أقرب أجل ممكن. كذلك عندنا ملاحظة ديال إمكانية إدماج بعض هذه اللجان مع بعضها البعض لتقليص العدد ديالها وبالتالي تقليص المجهود والوقت ديال إنجاز المهام ديالها. على كل حال حنا غنتابعوا هذا الملف، هذا الوضع عن قرب، ولكن كنسجلوا على أنه على العاملات والعمال الزراعيين ديال الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، كذلك العاملات والعمال الزراعيين ديال الموقف، أنهم يستمروا في التعبئة واليقظة بشكل دوري لمتابعة هذا الوضع هذا. وبهذه المناسبة كنطلبوا تمثيل هذه العاملات ديال الموقف في هذا الحوار، لأنهم قادرين وتأكدنا على أنهم قادرين يحاوروا على نفسهم، كذلك من خلال اللجنة ديال الدعم اللي كتأطرهم وكتدعمهم، مشكورة على هذا المجهود اللي دارت. إذا بالنسبة لنا الحوار مفتوح، ولكن ما لا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال، وهذه دعوة للعاملات والعمال الزراعيين باش يلتحقوا بالجامعة ديالهم اللي هي الحاضنة للنضالات ديالهم منذ مطلع التسعينات، واللي مستمرة وملتزمة بذلك مبدئيا وبشكل دائم. وتحية.